أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامج نقاط على الحروف، فقرة نقطة إلى السطر. سنسلط الضوء على موضوع ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي تم إمضاؤه بين الحكومة ومنتدى رؤساء المؤسسات بحضور الاتحاد العام للعمال الجزائريين. هذا الميثاق وصفه مراقبون بأنه صفقة بيع القطاع العام لمجموعة من رجال الأعمال تسيطر على اقتصاد البلاد، وأصبحت كذلك حتى أنها تؤثر على الكثير من القرارات السياسية في البلاد. بينما اعتبر البعض هذه الخطوة بالخطوة الإيجابية والواجب القيام بها من أجل إنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس. إذن أي هذين الرأيين هو الأقرب للصواب؟ ما هي الميكانيزمات لمناقشة هذا الموضوع من كل جوانبه؟ أسعد باستضافة السيد نصر الدين حمدادوش، قيادي في حركة مجتمع السلم حمص، كذلك الإعلامي الزميل عربي زواق. أهلا وسهلا بكما. سيد حمدادوش، أبدأ معك الحوار في البداية. كيف تعلق على هذا القرار؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني في البداية نحن دائما كنا نقول بأن هذه الثلاثية في حد ذاتها، والتي عقدت لحد الآن أكثر من 17 لقاء، أنها لم تقدم أي إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، ولم تخدم مؤسسات الدولة والشعب الجزائري. إضافة إلى ما نتحدث عنه، أن هناك إشكالية حتى في شرعية وحتى في تمثيل أطراف هذه الثلاثية، خاصة ما يسمونهم بالشركاء الاقتصاديين. فهناك إقصاء لمنظمات أخرى تمثل أرباب العمل، وكذلك من يسمون أنفسهم بالشريك الاجتماعي. فهناك إقصاء لنقابات مستقلة أخرى تمثل العمال وتمثلهم في الميدان وحقيقة، وربما وليس تعبر على يعني عدد كبير جدا من العمال من النقابات. وبالتالي يعني عقد مثل هذه الثلاثيات، أنا أعتقد أن الثلاثية أولا لا يمكن أن تكون بديلا عن مؤسسات الدولة حتى تتخذ إجراءات أو تتخذ مواقف أو ترسم سياسات. الأصل مؤسسات الدولة هي التي تضع البرنامج، الرؤية السياسية والرؤية الاقتصادية. ولكن الحكومة كانت حاضرة هنا، هي طرف مهم في نعم، سنأتي إلى الميثاق. نعم، سنأتي إلى موضوع الحكومة. الغريب في الأمر أن في هذه الثلاثية الأخيرة، إن صح التعبير سميناه لقاء ثلاثية حقيقي، الغريب فيه أن الأصل أن يسمى اتفاق شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ميثاق شراكة. الأصل أن هذا الاتفاق يكون متفق عليه، بمعنى لابد أن يكون هناك حوار وطني، لأن المسألة تعني المجموعة الوطنية بأكملها ولا تعني فئة من سياسيين كأحزاب. الآن ثلاثية تحولت إلى شأن حزبي، بمعنى لما يأتي الآن حزب جبهة التحرير الوطني، والذي رئيسه هو رئيس الجمهورية، والذي هو صاحب الأغلبية البرلمانية، هو صاحب الأغلبية في الحكومة، والحكومة هي حكومة الرئيس، يعطي انطباع حزب جبهة التحرير الوطني أنه وكأنه لم يستشار في هذا اللقاء الثلاثي، وأن هذه الإجراءات مخيفة ويحتاج إلى تطمينات، وبالتالي استدعى لقاء ثلاثي موازي. هذا يعبر على أنه ليس هناك اتفاق، ولا يوجد هناك توافق، ولا توجد هناك رؤية حقيقية، وإنما هناك ما يمكن أن نسميه هناك نوع من اختطاف مؤسسات الدولة. أنا أعتبره. هل أنت تعترض على آليات تطبيق القرار، أم تعترض على القرار في حد ذاته؟ شو آلية اتخاذ هذا القرار في حد ذاته فيه كلام كبير. لماذا؟ لأن هذا شأن عام وطني ويهم كل الجزائريين، يهم كل طبقة سياسية، يهم كل العمال، يهم كل يعني أرباب العمل. وبالتالي الأصل أن أي قرار لابد أن يكون عبارة عن منبثق عن حوار وطني وحقيقي وبإرادة سياسية. ولكن الفكرة في حد ذاتها، هل أنت نعم. متفق معها أم؟ لا، نحن ضد هذا القرار. الفكرة في حد ذاتها. خلينا من الميكانيزمات نعم. لماذا؟ لأن يعني الخبراء يقولون بأن اتفاق الشراكة بين القطاع العام والخاص، هناك عدة أنواع من الشراكات.
يعني قد تصل إلى 9 أنواع من الشراكات، بما فيها يعني شراكة بالامتياز ولا بالإيجار ولا الشراكة هذه الذهاب إلى الخوصصة أو شراكة في قطاع الإدارة وغيرها. لكن ما تم هو عبارة، هم استحوا أن يسموه خوصصة القطاع العام. لماذا؟ لأن الشعب الجزائري والطبقة السياسية لديهم روابط سلبية مع خوصصة المؤسسات. ولكن سيد حمدادوش، وضع المؤسسات العمومية في الوقت الراهن، هذه المؤسسات تعاني من الإفلاس، تعاني من تدني كبير في مستوى الخدمات، تعاني من استنزاف خزينة الدولة. يعني أستاذ العربي الزواق سأعود إليك، كيف تعبر على هذه الخطوة؟ شوفي، خليني لو سمحتي لي نرجع شوية للماضي. في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات بدأ تأزم النظام الاشتراكي، بدأ ملامح الإفلاس بدأت تبان، وكان الحل بطبيعة الحال لو كانت كاين الشجاعة وكان الرؤية، الحل في فتح رأس مال، ما نقولكش خصص فتح رأس مال للمؤسسة العمومية. كان إفلاس شامل وعشنا أزمة حادة في التموين، في الندرة، يعني إفلاس شامل. ولكن القوى المحافظة في المجتمع، القوى السياسية المحافظة في تلك الأيام كانت ترفض فكرة تحت المرأة والخصوصة. كانت في تلك الأيام الفكرة الخصوصية ترقى لدرجة الخيانة. ونعطيك مثال، سمعتك بالتحقيق الزميل خالد بودي قضية النسيج. نعطيك مثال، في تلك الايام مظاهر الافلاس كانت مركبات ضخمه في الجزائر، في اعتقد في تبسه، تيارت، غليزان وتيزوزو، مركبات ضخمه، ولانها بطبيعتها العموميه دخلت مرحله الافلاس. مش في الجزائر، في كل دول العالم، في الاتحاد السوفيتي، في بولونيا، في رومانيا، في المانيا الديمقراطيه. المانيا الديمقراطيه هذه كانت تبنينا بعض المؤسسات الجزائريه بنتها المانيا الديمقراطيه. الان المانيا الديمقراطيه كدوله انهارت وراحت. احنا نحافظوا على المؤسسات اللي بدات المانيا الديمقراطيه. امام القوى المحافظه المفروض اللي في تلك الايام يتم فتح راس مال مثلا النسيج، ولكن لان الفكره كانت تقدر الخيانه قال لك تغلق وما يديهاش الخواص. كان في تلك الايام كان بامكان جلب السوريين مثلا ناجحه في النسيج، كان بيعها للصينيين، وليكن المهم المصنع يبقى قائم، كان بيعها ممكن الخواص الجزائريين، وكانوا قلال في تلك الايام لان النظام الاشتراكي افلس كل الجزائريين. وكل مجهودات الامه والدوله راحت للقطاع العام، لما فلس هو بطبيعه الدوله افلست. ولكن طيب، هذه التجربه انت رحت لي للثمانينات، نهايه السبعينات الثمانينات مستمر لحد الان. لا، هذه التجربه حتى تم تطبيقها كذلك في التسعينات مع حكومه يحيى، كان هو يقود الحكومه ولم ينجح. ينجح لان القوى المحافظه لم تنجح، وادت الى تشريح حوالي 130 ألف عامل. لا اتصور ان يحيى يوما بالقطاع العام، ولكن القوى المحافظة جزء من نظام سياسي، نظام سياسي. القوى المحافظة القوى فشلت الخطوة. لا، بيعت ما دارتش حتى كفكرة. لا، بيعت المؤسسات الخاصة بالدينار الرمزي. بالدينار الرمزي أغلقت. سمي لي مؤسسة بيعت. أغلقت كلها، أغلقت لأن الخصخصة ممنوعة في العقيدة السياسية الجزائرية. تغلق هناك أنا لا أذكر مؤسسات بعينها، ولكن هناك مؤسسات بيعت بالدينار الرمزي. نعم. العربي هناك مؤسسات بيعها بالدينار الرمزي بيعت بالدينار الرمزي. أنا نوجه لك سؤال. لم تعيش. أنا نوجه لك سؤال. فشلت. أنا نوجه لك سؤال. فشلت. بيعها بالدينار الرمزي وتعيش ولا تغلقيها أحسن؟ لم تعيش وفشلت وأدت إلى تسريح 130 ألف عامل. يا ريت تذكرنا. معلش إذا سمحت لي، هم الآن يتحدثون عن فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، صحيح؟ ولكن الجميع يعلم بأنه وقع نقاش كبير جدا حول القانون المالي في 2016 وتحديد المادة 66 التي تنص على فتح رأس مال المؤسسات العمومية. أذكر أننا نحن في يعني الكتلة البرلمانية تكتل الجزائر الخضراء أردنا أن نقيد هذه المادة بحيث لا يفتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية في القطاعات الاستراتيجية. هم الآن يتحدثون عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كنوع من الطمأنة هكذا. أنا أتحدث بالأرقام الآن. كم عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر باعتراف وزارة الصناعة؟ تتحدث على 900 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة. 97% من هذه المؤسسات لا توظف إلا بين 1 إلى 10 من العمال، بمعنى هي مؤسسات صغيرة وعائلية ولا تسمى مؤسسة أصلا، بمعنى 3% فقط هي التي توظف ما يصل إلى 50 عامل جزائري. بمعنى أنت الآن تريد أن تقيم شراكة بين قطاع مفلس اللي هو هذه المؤسسات الاقتصادية والتي هي مدينة للخزينة العمومية مع قطاع خاص
مفلس وفاشل، ولا يوجد أصلا مؤسسات صغيرة ومتوسطة حقيقية في البلاد، لا تمثل إلا 3% من أصل 900 ألف، ومدينة للبنوك. لأنها، وأنا أقول لك، أنا أتحدى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالشركاء والذين يتحدثون عن هذه الشراكة أن يدخلوا إلى هذه الشراكة بحر مالهم، برأس مالهم، بعرق جبينهم، باجتهادهم. هم سيعتمدون على البنوك. بارك الله فيك. المادة 2 من الميثاق تجيز بمعنى لهم أنت الآن البنوك. أمام شراكة بين 3 أطراف، اللي هي مؤسسة عمومية مفلسة، ومؤسسة خاصة مفلسة، والبنوك العمومية، بمعنى على ظهر أموال الدولة وأموال الشعب الجزائري، من لحيته بخر له. الآن المسألة الآن لو كانوا فعلا يريدون النهوض بهذه المؤسسات العمومية اللي نعتقد أنها مفلسة. طيب، نوع من أنواع الشراكة، إذا سمحت لي. راح نجون نتكلموا على هذا الموضوع، لكن خلوا برك الفرصة للأستاذ العربي لأنه ما كملش التدخل تاعو. تضغط عليه هكذا. لا معليش، احنا نتناقشوا فقط. في المطلوب الآن. أنت من المؤيدين لهذه الخطوة. أنا طيب، حتى المؤسسة اللي تسموها استراتيجية، أنا بالنسبة لي ما كانش مؤسسة اقتراضية. قنعنا بهذا. تفضل شوفي أستاذ العربي. الخيار مفتوح الآن، مش في الجزائر، مش خير الجزائر، القطاع العام في العالم كله. بقات العام موجود، تعرف موجود في الجزائر وكوريا الشمالية. واش نستغرب صديقنا اسلامي ويدافع على القطاع العام الاشتراكي. هو التناقض اللي خل التناقض فيه. ثقافه الانسان الجزائريه هذه تربينا في النظام الاشتراكي على ان كل راس مال خاص بالضروره لصوصي ومشبوه به. احنا حتى مستوى ليلى، شوفي على مستوى الصحفيين، لما نشوفوا صحافي وقرض بالبنك شرط صغيره يقول لك هذه منين جاته؟ هذا التشكيك والناس كل سرقة، هذه عقيدة جزائرية بحتة، يعني ما تلقاش وين. الآن خيارات مادام في كل دول العالم حاجة يسموها القطاع العام، عمرها ما تنجح وأفلست. أيهما أحسن؟ نبيعوها القطاع الخاص، أو بلغة الحكومة نفتحوا رأس مالها وننقذوها، ولا نخلوها حتى تباع حتى تغلق كما وقع لشركات ولكن ربما شركات النسيج. خلينا نقول لك خطوة الجوية الجزائرية الآن هي شركة استراتيجية ونتمنى يفتحوا رأس مالها. فيها الآن يقول لك قرار لهذا، وهذه طبيعة القطاع العام، فيها الآن 9000 عامل، والأهل الاختصاص يقول لك يستحيل تتحمل أكثر من ما تحتاج أكثر من 6000 عامل، يعني 3000 عامل هذيك عليها تسرح لو كان يتفتح النشاط الاقتصادي. هذا هو الشرط. لو كان تفتح المنافسة تخرج تغلق شركة تفتح 10. أما النظام الاقتصادي الاحتكاري اللي يبقى تحت هيمنة القطاع العام عمره ما يؤدي النتيجة. ماشي عندنا في كل دول العالم. ولكن ربما أستاذ العربي زواق، المشكل ليس في الفكرة في حد ذاتها، المشكل في كيفية المشكل في الفكرة، في الطبيعة العمومية للاقتصاد. نعم، هي الفكرة ربما تلقى كثير من الناس اللي يوافقوك الفكرة، لكن آلية التطبيق في الجزائر إذا كان عندنا عقل كل الناس يوافقوني. إذا كان عندنا عقل، نعم، ولكن إذا جينا نتكلموا بالإشكاليات ميكانيزمات هذا مشكل واحد آخر. هذا مشكل آخر. هذا مشكل ثاني. إذا كان الإشكال يدي هذا يفتح نقاش وليكن من. طيب نخلوا الأستاذ حمدان. أوضح فقط، نحن لسنا ضد القطاع الخاص إذا كان هناك قطاع خاص حقيقي. نحن لسنا ضد الشراكة، بل هي معمول بها. نحن لسنا ضد رجال الأعمال، بل وجودهم ضروري، وبقدر ما يكون عددهم حقيقي. نحن نتحدث على الشفافية الغائبة، على عدم تكافؤ الفرص، أن هناك غموض. أنت تتحدث عن اتفاق وهو ليس اتفاق، بدليل بين حزبي السلطة في حد ذاتهم غير متفقين على هذه الشراكة ومخرجات ذلك اللقاء. الشراكة يا حبيبي تنجح إذا تتحدث على مؤسسة عمومية مفلسة. هناك نوع من أنواع الشراكة ومجربينها احنا في الجزائر وفي قطاع المياه مثلا، أنك تدير شراكة حتى في إدارة شركة أو مؤسسة عمومية، تفتحها للشراكة لإدارة من مؤسسة أو من جهة مختصة كفءة، بدفتر شروط واضح وحقيقي وبمعايير وبوجود مؤسسات حقيقية للدولة، وجود رقابة فعلية، وجود رؤية فعلية، وجود إرادة سياسية حقيقية. أما نحن بدأنا هذه الشراكة بالغموض، بدأناها بالصراع، بدأناها بثلاثيات موازية، بدأناها بأن الناس ربطوها بالانتخابات الرئاسية القادمة، بدأناها بنوع من
تصفية حسابات، لأن الوزير الأول السابق اللي هو عبد المجيد تبون الذي أعلن بين قوسين حربا على ما يسمى الفساد، وكان المستهدف هذه الفئة من رجال الأعمال الحالية والمتوغلة، وكأن الحكومة الحالية والوزير الأول الحالي وكأنه ينتقم من إجراءات سابقة. الآن لما يتحدث الوزير الأول أن موضوع تركيب السيارات عندنا 43 متعامل لتركيب السيارات سيكتفي فقط ب5، هذا يثير مخاوف على ما هو المعيار الذي تختار به 5. هذوك 40 ولا 38 الآخرين سيسألون ما هو المعيار، ما هي أين هي الفرص المتكافئة، أين هو الاستثمار الحقيقي، على أي أساس تقصي هذا وتعطي هذا. هل فعلا تركيب السيارات في الجزائر ناجح؟ كنا نشتري السيارة نستوردوها كاملة بثمن أقل، أصبحنا نركبها الآن. عندما نعود إلى موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص، لما نتكلم على الجدوى الاقتصادية، هل تشوف أنه فيها جدوى اقتصادية تستحق الدخول في هذه المغامرة إن صح التعبير أو هذه الخطوة؟ شوف، يعني أي إجراء لا يبنى على العلم وعلى الدراسة وعلى رأي الخبراء وعلى الحوار وعلى التوافق وعلى الرؤية الكلية وفي إطار رؤية سياسية، لأن الاقتصاد بمعزل عن السياسة أو السياسة بمعزل عن تأثيرات الاقتصاد لا يمكن أن ينجح. فلذلك نحن لا نعيب عقد اللقاءات الثلاثية ولا نعيب هذه الشراكة، وإنما نتحدث على شروط من أجل نجاح هذه الشراكة، لأنه فعلا هناك غموض. يعني هذا الإجراءات مبنية على صراع وعلى تنافس وعلى عدم تكافؤ الفرص بين هؤلاء جميعا. فلذلك كما كنا نتحدث على أن ما كانوا يسمونه بالقرض السندي سوف لن ينجح وفعلا لم ينجح، الالتزام الطوعي لم ينجح وفعلا لم ينجح، الآن يتحدثون على المصارف الإسلامية، قلنا لن تنجح لأن الفكرة تحتاج إلى شروطها الشرعية والواقعية وحتى تنجح. نحن لسنا ضدها من حيث المبدأ، ولكن يا جماعة هذه القرارات الارتجالية، هذا التعسف في استعمال السلطة، هذا اتخاذ القرارات بناء على لا يمكن أن ينجح. هل اتضحت فكرة هذه الشراكة؟ غير متضحة لحد الآن. طيب أستاذ العربي الزواق هو يتكلم على ميكانيزم التطبيق، على آلية التطبيق. لواحد جبهة التحرير ما واضح له والو، ويبحث على تطمينات ويبحث على توضيحات من الوزير الأول، حتى يقول، إذا سمحت لي أخوي العربي، يقول أن الوزير الأول يجب عليه قبل أن يتخذ أي إجراء لابد أن يشركنا، وهذه الحكومة حكومة من؟ تفضل العربي. نبهني سي نصر لواحد نقطة مهمة جدا تاع شركة المياه. تذكري يا ليلى قبل ما يدخل شريك خاص في التسيير نتاعها، تعرفي كل الوضعيه نتاعنا كيفاش؟ شريك اجنبي ما يهمش، انا ما يهمنيش الاجنبي. قبل ما يدخل هذا كانت الماء يجينا 6 سوايع في الليل، ويجي من 7 نتاع الليل ل 6 نتاع الصباح، وكنا نعانيو. كنا في شهر اوت ما عندناش حق ندوشوا كبشر. لما دخل الشريك الخاص الاجنبي الحمد لله لما تقريبا ما يقطعش 24 سنه في العاصمه. ولذلك نحن لسنا ضد القطاع الخاص، فقط تكون ذكرني. ولكن يتكلم مثال بسيط. انت ما جاوبتنيش على السؤال. هو يتكلم على اليات التطبيق، هذا خلينا نوضح لك فكره اخرى. الظروف اللي صار فيها الاتفاق هذا الاليات غير سليمه. روح صناعه اثار نصر صناعه السيارات عاقلين. تجارب كل دول العالم واضحه. حب يدير شركه بترول، تجيب شركه بترول دير زينها، ما تدخلش نتاعها ب 50% بالشروط نتاعها. يعني الانسان اللي واحد يهبل. علاه ما نكونوش كمثل المروك، مثل المغرب. شوف يرونوا في المغرب وشوف يرونوا عندنا. هذه يدخل فيها القطاع الخاص المغربي ب 50% ورونوا ب 50%، وتصنع 5 انواع اعتقد 7 الى دول وتصدر اخرى. دول العالم. وحنا ندير لك نوع واحد و50% من الخزينه العموميه الجزائريه، وندير لك نوع واحد، واذا ما تباعش تشتري الشركه العموميه الجزائريه. هذا نوع من العبث. مادام ما كانش قرار سياسي متحرر من كل خلفيات المحافظه تاع النظام السابق، مستحيل نوصل لنتيجه. لما نتحرر ثقافيا وسياسيا من الخلفيات السابقه نتاع الثقافه الاشتراكيه، ونقتحم ثقافه العصر بكل جرأه وبكل شجاعه، ونحرر على الانسان الجزائري. كما قال لما نحرر الانسان الجزائري من الوصايه نقدروا ننجحوا ونحققوا. وكذلك الاتفاق يكون باشراك جميع الاطراف الفاعله. افتح المنافسه، افتح المنافسه لكل الناس اللي قادر يدخل. يفتح لي الان الخطوط الجويه الجزائريه راس مال. تروح انت اللي عندك ضرب تروح تشتري اسهم، وراه المشكل. العقده وراهي. هذا قدر الناس قادر تشتري انت مثلا اسهم في فندق الاول سوى ما المانع؟
قد نشري في شركه نقل بحري اسمهم المانع. ولذلك لا ينجح هذه الشراكه لانها فيها نوع من الاحتكار. لو فتحت امام الجميع سواء حتى الافراد بامكانهم ان يشتروا اسهم جزائري واجنبي. نعم. حتى العبره لو حتى العقده تاع الاجنبي لازم نتحروا منها. نعم. ولكن انا اقول لك لا تنجح الا اذا كانت لدينا مؤسسات حقيقيه وادوات رقابيه فعليه وامام سياده القانون على الجميع، ونكون سواسيه سواء في الفرص تكافؤ الفرص فيما بيننا. عند ذلك لا توجد مخاوف لا من القطاع الخاص ولا من الشريك الأجنبي ولا من فتح المؤسسات العمومية. بالمناسبة فتح المؤسسات العمومية في قانون المالية يفتحها ب 64% للقطاع الخاص وتبقى فقط 66% وتبقى فقط 34% للقطاع العام. بمعنى أنت أمام مؤسسات خاصة لا نثق فيها لأنها تحتكر، لأنها متغولة، لأن لديها نفوذ، لأنها تأخذ قروض خيالية، إعفاءات وتهرب تهريب للعملة، لا رقيب ولا حسيب. أمامها امتيازات خيالية، ربح سريع على ظهر مؤسسات الدولة وعلى حساب الاقتصاد الوطني وعلى حساب الشعب الجزائري. غدا لما تتملك 66% من أي مؤسسة عمومية، ونعطيني ما على باليش هذه المؤسسات العمومية اللي قاعدين نتكلموا عليها، إذا كان كما قلنا إذا كان نتكلموا على المتوسطة والصغيرة. وزارة الصناعة أعطتنا واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ما هو واقعها؟ أنت الآن شراكة بين قطاع فاشل اللي هو مؤسسات عمومية فاشلة ومع قطاع خاص كذلك فاشل مدين. ويا ريت يرجعوا لنا القروض نتاعنا برك، يا ريت انهم يسلكوا يصرحوا حتى بالعمال، يامنوا هؤلاء العمال، على الاقل يدفعوا حتى الضرائب نتاعهم، ما يكونش هناك غش او تهرب ضريبي، ما يهربوناش العمله للخارج، ما يديرليش شركات وهميه في الخارج هي المصدره وهي المستورده. يعني تتوقع لا تنجح يعني في ظل كل هذا الشيء اللي تقول فيه انك لا تتوقع نجاح لهذه الخطوه؟ نعم، من الان نقولها وستبقى هذه الحصه مسجله والايام بيننا، وسنقول ستفشل هذه الشراكه، وهي انطلاق يعني هذا الاتفاق الشراكه ولد ميتا، وهو الآن يحمل بذور الفشل من البداية. وأظهر دليل أمام العامة من الناس، أمام الرأي العام، هو كما قلت هذه الثلاثية الموازية التي استدعى فيها أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني هؤلاء، يعني وكأنه ليس لديه ثقة مع الشريك السياسي اللي هو الأرندي، وليس لديه الثقة. أنا أقول لك هذه إهانة لمؤسسات الدولة. يعني القوة السياسية الأولى وصاحب الأغلبية التي يدعيها لا يثق في الحكومة، والحكومة التي عينها رئيس الجمهورية اللي هو رئيس حزب الأغلب. يعني تيجي تفهم في الجزائر تقول بأنه فعلا هناك غموض. كيف يثق أي مستثمر عندنا سواء كان أجنبي أو وطني؟ كيف يثق في هذه الحكومة؟ لا يوجد استقرار تشريعي، لا توجد بيئة مساعدة على النجاح، مناخ اقتصادي غير موجود. العربي زواق، أنت لست ضد الخوصصة، أنت من دعاة الخوصصة، لكن يجب أن تتوفر شروط. يجب أن طيب وش هي الشروط حتى نختم؟ أنا الأخطر من الكلام اللي قالوا نصر على حول الخلاف بين جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي وثلاثية الموازي. هل يوجد أصلا خلاف في المشروع السياسي للحزبين؟ ما كانش. كلهم يدعي انه يستمد من برنامج رئيس الجمهوريه. هذه قلت لك هذا الذي يزيد الغموض. انا اعتقد ان هذا الصراع ما هو الا صراع مصالح. يعني جماعه ممكن من حزب معين، رجال اعمال ونافذين، ممكن قد يكونوا متضررين من هذه الثلاثيه الاولى، فيريدون الضغط والابتزاز وتحقيق نوع من التوازن واقتسام لطارت. في كل الحالات يبقى التوجه نحو الخوصصة، نحو فتح رأس المؤسسة، يبقى الخيار ماشي الأحسن، يبقى الخيار الوحيد أمامنا، ولكن بتوفر الآلية الضرورية اللازمة. مناخ تاع منافسة بين كل الراغبين في الداخل على الاستثمار. شكرا جزيلا لك. كلمة أخيرة حبيت؟ نعم، أنا أعيد وأؤكد هذا كلام مصبوغ شوية بالسياسة على هذه. نعم، أنا يعني أؤكد على بعض النقاط، وهي كما قلت نحن لسنا ضد القطاع الخاص، ولسنا ضد رجال الأعمال، ولسنا ضد الشراكة، ولسنا ضد حتى قرارات الثلاثية، فقط إذا توفرت معايير الحكم الراشد وكنا في مؤسسات حقيقية، هناك تكافؤ فرص، هناك شفافية، هناك اتفاق حقيقي، هناك دفتر شروط، هناك سيادة للقانون، هناك تكافؤ بين جميع الشركاء، عند ذلك يمكن أن ننجح. ومناخ اقتصادي، مناخ استثماري سليم. عندك نقطة ليلى، إذا كانت هناك، هذا بطلب من أحد مؤسسين المؤسسة العمومية، إذا كانت
كانت هناك شركة عمومية ناجحة يخلوها تخدم. مش يعني بالضروره تغلق مادام عمومي تغلقوا، اذا كان عنده قدره على المنافسه فليبقى. ولذلك نحن نقول اذا كان هناك شراكه حقيقيه، هل بالضروره هو فتح راس مال المؤسسات العموميه؟ لماذا لا تكون شراكه عن طريق اداره هذه المؤسسات؟ نعطي إدارة هذه المؤسسة إلى شركة خاصة وفق دفتر شروط. لماذا لا تذهب الشراكة إلى الشراكة في البنى التحتية؟ الناس في دول أخرى مثلا طريق السيار تبني شركات خاصة ينتهي عن طريق الامتياز ولا عن طريق الإيجار، ويعاد بعدما يستفيد تحقيق أرباح ويستعيد رأس ماله يعيده إلى الدولة. أما نحن طريق السيار صرفنا عليه ملايير الدولارات لحد الآن لا يزال ورشة ولا يزال خطر عام ولم نحقق منه يعني الرفاهية للشعب. نصر الدين كلمة أخيرة شي ناصر، لما ترجع للتاريخ لأنك لا تقول هو صديق عزيز. الطرح الصبغه الايديولوجيه او السياسيه للسي ناصر وكثير من الاسلاميين بشكل عام معارضتهم للسلطه تخليهم يتبنوا الطرح الاشتراكي. ألا ترى أن طرحه ألا ترى أن طرحه منطقي؟ لا، من حيث الجزئيات يعني بعض الخبراء يقولوا حتى إذا كانت هناك شراكة لماذا لا تكون شراكة؟ يعني 33% القطاع العام، 33% القطاع الخاص، 33% للشريك الأجنبي. أين هو الخلل عندما نكون في وفق معايير؟ إذا كانت هناك معايير حقيقية أين هو الخلل والخطأ من ذلك؟ في المحصلة أفتح المجال، لازم تكون هناك آليات حقيقية لخوض هذه التجربة. أفتح مجال المنافسة. إذا أو جانب أهلا وسهلا، إذا وجزائريين أهلا وسهلا. وإذا العربي الزواق الإعلامي سيد نصر الدين حمدادوش القيادي في حمص، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لنواصل نقاط على الحروف.